نادي حسنية أكادير في موسم 2024-2025. الإدارة، اللاعبين الجدد، والمدرب الجديد. مقدمة. نادي حسنية أكادير يعتبر من بين الأندية المهمة في الدوري المغربي، وقد شهد النادي تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. مع بداية موسم 2024-2025 يشهد النادي تغييرات كبيرة على مستوى الإدارة، التشكيلة، والجهاز الفني، مع طموحات لتحقيق المزيد من النجاحات على الصعيد المحلي والدولي. الإدارة الجديدة وتوجهاتها. في بداية موسم 2024-2025 شهد نادي حسنية أكادير تغييرات في القيادة الإدارية. تم تعيين محمد الفضيلي كرئيس جديد للنادي بعد فترة من التغييرات الإدارية. الفضيلي، الذي يتمتع بخبرة واسعة في الإدارة الرياضية، يأتي بخطط استراتيجية جديدة لتعزيز قوة النادي وتحقيق الاستقرار المالي والفني. تتمثل أولويات الإدارة الجديدة في تحسين الأوضاع المالية، التركيز على تحسين الإيرادات من خلال صفقات رعاية وشراكات استراتيجية. تطوير البنية التحتية، تحسين مرافق التدريب والاستثمار في التكنولوجيا لدعم اللاعبين والجهاز الفني. الاستثمار في أكاديمية الشباب، تعزيز برامج الأكاديمية لتطوير اللاعبين الشباب وضمان تدفق المواهب للفريق الأول. المدرب الجديد، عبد الهادي السكتيوي. تم تعيين عبد الهادي السكتيوي كمدرب رئيسي لنادي حسنية أكادير في بداية موسم 2024-2025. السكتيوي، الذي يمتلك خبرة واسعة في التدريب على الصعيدين المحلي والدولي، يجلب معه رؤية جديدة وطموحات كبيرة لتحقيق النجاح مع النادي. السمات البارزة لأسلوبه التدريبي. الأسلوب الدفاعي المتماسك، يفضل السكتيوي تنظيم الدفاع بشكل قوي ومتماسك للحفاظ على شباك نظيفة. التكتيك المرن، تطوير خطط تكتيكية تعتمد على نقاط ضعف الخصوم واستغلالها. التركيز على اللاعبين الشباب، يمتلك السكتيوي قدرة كبيرة على اكتشاف وتطوير المواهب الشابة ودمجها مع الفريق الأول. اللاعبين الجدد وصفاتهم. عزز حسنية أكادير تشكيلته بعدد من الصفقات البارزة في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024، مع التركيز على تحسين التوازن بين الخبرة والشباب. أشرف بن شرقي، من الجزيرة الإماراتي. المركز، مهاجم. المساهمة، إضافة هجومية قوية بفضل سرعته وقدرته على التسجيل في المواقف الحاسمة. يحيى جبران، من الوداد الرياضي. المركز، لاعب وسط دفاعي. المساهمة، تعزيز وسط الملعب بقدراته الدفاعية الكبيرة والقدرة على توزيع الكرة. عبد الإله الحفيظي، من الحزم السعودي. المركز، جناح هجومي. المساهمة، تعزيز الجناح بمهاراته في المراوغة وصناعة الأهداف. بدر بانون، من قطر القطري. المركز، مدافع. المساهمة، تعزيز الدفاع بقدراته الكبيرة في قطع الكرات والمساهمة في اللعب الجماعي. اللاعبين الأساسيين المستمرين. عبد الكريم باعدي، اللاعب المحوري في الدفاع، الذي يمتاز بقدراته الكبيرة في قطع الكرات والتنظيم الدفاعي. أيوب الملوكي، المهاجم الأساسي الذي يعتبر من بين أبرز الهدافين في الفريق. توقعات الموسم. مع التغييرات الكبيرة التي شهدها النادي في هذا الموسم، يتطلع حسنية أكادير إلى تحقيق أهداف طموحة تشمل المنافسة على الألقاب المحلية، يسعى النادي للفوز بلقب الدوري المغربي والكؤوس المحلية. تحقيق تقدم في المسابقات الإفريقية، يهدف النادي لتعزيز مكانته في المسابقات الإفريقية وتحقيق أداء جيد. تطوير المواهب الشابة،
مواصلة الاستثمار في تطوير اللاعبين الشباب لضمان مستقبل مشرق للنادي. الخاتمة. يعد موسم 2024 على 2025 فترة تحول مثيرة لنادي حسنية أكادير، حيث يشهد تغييرات هامة على صعيد الإدارة، الطاقم التدريبي، والتشكيلة. مع القيادة الجديدة والمدرب الطموح، بالإضافة إلى تعزيز الفريق بعدد من اللاعبين الموهوبين، يبدو أن النادي في طريقه لتعزيز مكانته كأحد الأندية الكبيرة في المغرب. سيكون من المثير متابعة مسيرة حسنية أكادير هذا الموسم، وما إذا كان يمكنهم تحقيق الأهداف الطموحة التي وضعوها لأنفسهم.